حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه وجبه غدا ما تكلفكيش ال10 جنيه، عشان الحلقه على قدها، داخلين بقى على دروس وحاجات ما معناش. طب تعالى اقولك بقى على وجبه غدا، يعني هي هتجيبي كله حاجات من البيت. لو هتكلفي يعني شويه بطاطس من الشارع هتعملهم جنبها، ايه رايك؟ تعالى اما اقولك. انا اولا جبت بصلتين عملتهم مبشورين اهو، ماشي. هنحط عليهم ايه؟ معلقتين دقيق اهو، حطينا عليها ايه؟ معلقتين دقيق. هنحط عليهم ايه كمان؟ شويه ملح وشويه ايه؟ فلفل على البصل، وشويه ايه؟ بهارات ايه؟ بطاطس. نبتدي بقى ان احنا ايه؟ نقلبهم كده اهو، وزيت بقى على النار وهنحطه اهو. دول حبه زيت اهو، هنروح حاطين عليهم البصل اللي احنا حطيناه كده اهو، ونقلبهم ايه؟ على النار. تعالوا بقى معايا نشوف ايه هنكمل، هنعمل الباقي ازاي. الباقي بقى دي شوربه على النار اهي، شوربه هحط عليها ايه؟ كوبايه رز، يعني كوبايه الا ربع كده، ونسيبها ايه؟ تغلي. شوربه بقى بصي، عندك بتاعت لحمه بتاعت فراخ اللي انت عايزاه، هي حبه شوربه ونحط عليها شويه الرز ده. هنجيب بقى ايه؟ خلاط وهنحط فيه ايه؟ ديت نص كوبايه زبادي كاملاها لبن اهو، نحطها في الخلاط كده. هنحط عليها معلقتين كده دقيق اهو. بصي بقى الوصفه دي 10 دقايق واقتصاديه وهتعجبك قوي صراحه. هو كشك يعني، انا يعني مش هخبي عليكم، هو كشك بس ايه؟ سهل يعني. هي فكره كده، انا الكشك ده إيه من ايام الله يرحمه ما عملتوش، بس هي كانت معلماني حاجه، لما تكون الزبديه حلوه يعني ما تبقاش قديمه، تبقى اللي هي اللسعه دي، تروح عامله ايه؟ حط عليها ليمونه. فانا ايه اهو حطيت عليها ليمونه عشان تدي ايه؟ مزازه كده في الكشك وانتي ايه؟ بتاكليه. إيه ديت بقى احنا هناكله بعيش وجنبه ايه؟ شويه بطاطس. إيه الله يرحمها ماما كانت دايما تعملهولنا مع ايه؟ اكل بايت، تروح عاملهولنا كتغيير يعني. فدي فكره من الافكار اجت لي، فقلت اشارككم فيها معايا ويا رب تعجبكم بقى. وتعالوا بقى نشوف بعد كده. هنحط هنا ملح وفلفل على الخليط ده ونخلطه وهاجي هنا كده. انا حطيت اهو، تعالوا بقى بوريكم الشوربه بتغلي اهي، شوفوا الشوربه اهي بتغلي. الرز لسه ما استوىش، هنسيبه لغايه لما يستوى. وهنا هي البصله على النار ديت لازم ايه؟ تتحمر كده، تاخد لون زي لون ذهبي كده. تعالوا بقى ايه اما احكي لكم ايه القصه اللي كانت حاصله لي في اول يوم دراسه. كنت انا في اعدادي، بما اني يعني المدارس داخله، فانا وانا صغيره كنت عناديه قوي. فالمهم اجت ايه واحده كده، عارفين بقى البنات اللي بتبقى يعني شايفه نفسها شويتين وكده، انا ما بحبش حد يشوف نفسه عليا. يعني انا واحده كده مع نفسي، يعني احب الناس البسيطه، ما احبش بقى الناس اللي تتمرع اللي تتعمل، ما احبش انا الحاجات دي. المهم اجى عليا إيه اول يوم دراسه، المفروض ان انا هقعد انا وصاحبتي قدام في الدرج اللي قداماني. فاجت راحت البنت دي راحت قاعده في مكاني انا وصاحبتي، راحت قالت لي انا مش قاعده الا هنا. قلت لها طب والله ما حد قاعد هنا اول درج الا انا وصاحبتي دي زي ما احنا كنا قاعدين. قالت لي لا اعملي اللي تعمليه. قلت لها هوريك انا هعمل ايه. نزلت ورحت، كان في ديسكات لسه نازله جديده،
ديسكات اللي هي لها كراسي بيج دي، كانت نازله جديده، كان في مبنى جديد بيتبنى، روحت شايلاه انا وصاحبتي ورحنا مطلعينه، ورحت حاطه الديسك ده، يعني هما كلهم ديسكات خشب، والديسك ده الجديد اللي هيبقى في المبنى ده، هما كنا في المبنى القديم. وبعدين بشوف بس البصله وكده، وقعدت قدامها، هي فضلت طول اليوم الدراسي متغاظه مني غيظان، عشان انا عملت اللي في دماغي وايه، عملت اللي انا عايزاه. شوفي ابني بيقول لي انت شاطره شاطره. فدايما يا جماعه اللي بيعوز يعمل حاجه بيعملها، يعني ما تقوليش مثلا ان حد ضحك عليا، ما تقوليش ان حد عمل، لا، انت مادامك مصره ومادامك ماشيه في الصح محدش هيقدر يعمل معاكي حاجه. فدي بس حبيت اقول لكم على حاجه كده، بما اني يعني داخلين على الدراسه وكده، بس هو ده والله اللي كان حصل. وقلتها لاولادي، قلت لهم ما تخلوش حد يجي عليكم، اللي يجي عليكم سرهم، مادامكم ماشيين في الصح محدش يقدر يعمل معاكم حاجه. يلا بقى تعالوا نكمل الكشف مع بعض. شوفوا بقى يا حبايبي، ده مطرح اهو البصل، انا سبت حبه زيت صغيرين ازاي، والبصل انا طلعته خلاص. انت لو عايزه تحطي في البصل ده لحمه او فراخ تقطعيهم حطي، يعني ده بيتعمل، يعني بيتعمل جواهم، يعني جوا ممكن ايه تحطوهم جوا الشوربه مع الرز كده براحتك، بس انا عاملاها اقتصاديه، يعني اللي ما معهوش يعني يعمل ايه، انا عن نفسي هعملها كده اهو. وهنحط ايه عليها، ايه الخليط اللي احنا خلطناه في الايه خلاط، اللي هو كان ايه الدقيق واللبن والزبادي والملح والفلفل، تمام اهو. وهنسيبها شويه تغلي، شوفوا حبايبي كده اهو، هنسيبها شويه ايه تغلي، يعني ايه تتماسك كده شويه. ايه يا حبايبي شوفوا بدأت تتماسك اهي، هنروح حاطين على طول رز بالشرب كده، سيبها بقى كده اهوت، نغرفها بقى ايه في الاطباق. انا حاطين ملح وفلفل، شوفوا يا حبايبي هو خلص اهو، شوفوا. تعالوا بقى ايه نغرفه كده، تعالوا بقى نغرفه كده. شوفوا بقى حبايبي انا غرفته وحطيت عليه البصل اهوت. وجبه ولا مش وجبه؟ هعمل جنبه بطاطس وانا مفوضه شويه شوربه من اللي كانوا معايا بشعريه، احطها جنبه. ايه رايكم بقى؟ ما كلفتناش اي حاجه. يلا بقى تعالوا بقى ندوق مع بعض. شوفوا بقى يا حبايبي كانت حلوه ازاي اهو. وجبه اقتصاديه ولا مش اقتصاديه؟ ما خدتش مننا اي وقت، وايه يعني ما فيش. عملت جنبها شويه بطاطس، عندك بقى اكل بايت اي حاجه جنبها، بس هي والله مش محتاجه حاجه. اهي فكروني بايام زمان، ما كنت انا وماما نفضل ناكل فيه، الله يرحمها والله العظيم. حتى بالليل يعني كنا يعني نحط الجبنه كده على جنب، نقعد ناكل منه من حلاوته بجد. جربوا بقى الطريقه دي، وجبه اقتصاديه خفيفه سريعه، ما خدتش مني 10 دقايق، فاهمين؟ بصوا حاجه كده طعمها من الاخر، ولا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، على قد الايد. انا ما اتكلفتش الا شويه بطاطس بس، وحاجات كلها من البيت، كوبايه زبادي، حبه لبن، حبه رز. عارفه ممكن تعمليه برز بايت من عندك، لو طبق رز بايت ممكن تعمليه تحطيه مكانه، حتى مش هياخد سويه في الشوربه. حبه شوربه عندك بقيت عملت وجبه، والدنيا تمشي. الدنيا تقيلة على الناس، معلش، ربنا يهونها يا رب على كل واحد، ويهون الصعاب كلها، معلش. يلا ما تنسونيش بقى في لايك وكلمة حلوة منكم، واشوفكم على خير. باي باي.